حبايبي اخباركم ايه؟ وحشتوني. انا ولاء عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل فيه اكله سهله وسريعه. الاكله دي ما خدتش مني اقول لكم نص ساعه. سهله وسريعه، هقول لك ازاي تعمليها بسرعه، وخصوصا لو انت بتشتغلي. كمان لو انت رايحه مصيف او اي حاجه تبقي مجهزاها ازاي. وعملنا شويه سلطات جنبها كده وتحابيش، خليتها بقى تحفه. هنعمل النهارده حواوشي. الحواوشي انا عملته معاكم قبل كده، مش هشرح الوصفه بالتفصيل. اول حاجه بصوا، انا كنت مفرزاه في الفريزر. بصوا ده خارج من الفريزر بالعيش بتاعه، العيش ده محشي اللحمه المفرومه بتاعه الحواوشي. تمام كده. يبقى انا بجيب لحمه مفرومه، بحط عليها بصل وملح وفلفل، وبدعكهم كويس قوي مع بعض، وببتدي احشي بيها الارغفه بتاعتي واحطها في الفريزر. بحط ما بين كل رغيف ورغيف طبقه اكياس او بلاستيك، وبغلفهم بستريتش، وبدخلهم الفريزر. وقت ما احتاجه بطلعه بالشكل ده. بجيب صينيه بدهنها سمنه بلدي او زبده، وببتدي ارص بيه الارغفه بتاعتي، وادهنها برضو زبده او سمنه بلدي. بس كده، ما بحتاجش ان هي بتفك ولا اي حاجه، بحطها وهي مجمده كده وهي بتفك في الفرن. دي طريقه سهله جدا لو انتي ست بتشتغل، لو انتي بتروحي مثلا مصيف او اي حاجه، ممكن تاخديه كده جاهز. تمام. تمام. هعمل معاه كمان نوع سلطه حلو قوي. سلطه الزبادي بالخيار. انا اول مره اعملها مع الحواوشي، انا عملتها كتير طبعا، بس اول مره اعملها مع الحواوشي. لقيتها حلوه قوي وفكرتها حلوه قوي. انا زيكم برضو ببحث على اليوتيوب، بشوف ايه يمشي مع ايه. فقلت تغيير للولاد، بدل ما كل مره بنعمل بابا غنوج سلطه طحينه مش عارفه ايه، لا نغير ونعمل افكار جديده. انا قشرت الخيار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. آه عملته زي خطوط كده فيه بالقشر، وهبتدي اقطعه مكعبات صغيره. طبعا الزبادي حلو جدا بقى في الحر والكلام ده. سلطه الزبادي بالخيار حلوه وهتبقى منعشه جدا مع الاكله دي، والولاد طبعا بيحبوا الحاجات النواشف في الصيف عامه. طبعا انا دخلت طبعا الحواوشي الفرن على ما يستوي، يكون انا عملت شويه سلطات. جبت علبه زبادي وحطيت عليها كميه الخيار دول، كان خيارتين، وجبت عليهم علبه زبادي اللي هي كبيره شويه، اللي هي دلوقتي بحوالي 10 جنيه. تمام. وحطيت عليها شويه ملح، وحطيت كمان شويه نعناع مجفف، وحطيت عصير ليمون. تمام. حطيت بقيه الملح. تمام. انا بعد كده ضفت كمان معلقه عسل. هي كده السلطه خلصت، بس انا لما جيت دقتها بعد كده حسيتها لا حادقه شويه، حسيت ان هي عايزه تحلو حبه او تسكر حبه، فحطيت لها معلقه عسل ابيض بس. وحطيتها في الطبق بتاعي، ما خدتش ثواني ويعني منعشه جدا. دي بعملها قبل الاكل على طول، علشان الزبادي ممكن ينزل ميه هو والخيار، فدي بعملها على الاكل على طول. حبيت ازينها كده، طبعا لو عندي بقى نعناع يبقى حلو قوي، عشان هي محطوط فيها نعناع، بس انا كان عندي بقدونس فحطيت بقدونس بالشكل ده. ده بقى الحواوشي في الفرن اهوت، فك اهوت معايا في الفرن. بصوا بقى من جوه محشي اهو، زي ما انا قلت لكم العيش ده محشي، عشان ما كنتش عارفه اوريه لكم هو مجمد. سلطه الطحينه بقى، حطيت كام معلقه طحينه كده. طبعا المقادير دي على حسب عدد الافراد الاسره اللي عندك. وحطيت عصير ليمون وحطيت خل. انا مش بحب اكتر، بحب اعمل كميات سلطات بسيطه اللي هتتاكل ساعه الاكل، عشان مبيبقاش منها حاجه. السلطات بحبها فريش. وحطيت كمون وملح، وابتدي اقلب كده، وبعدين اخفف بالميه، سواء ميه بقى دافيه سواء ميه من الحنفيه، مفيش مشكله خالص. تمام. وبعدين برضو حبيت اغير شويه فيها، فحطيت لها شويه بقدونس كده في قلبها. ممكن بقدونس، ممكن شبت، ممكن كزبره خضراء، ممكن خيار مبشور، خيار مبشور، جزر مبشور، اي حاجه، بحيث الولاد يحسوا ان هم اكلوا طبق مختلف. حطيت كمان شرايح ليمون كده زينتها بيها. تمام. تالت نوع سلطة معايا اللي هي السلطة بقى بتاعت المشويات دي، اللي بنطلع منها الويسكي اللي هو الحلال. زي ما احنا عارفين، أنا عملتها معاكم برضو قبل كده. طماطم وخيار وبقدونس وبصل وليمون وملح وفلفل وكمون. وكمان بقى لو في شطة كمان نحط شطة وخل، وهقلبهم مع بعض، واحط مية متلجة من التلاجة، او ممكن كمان قطع تلج. هي كده خلصانة معايا، وبزودها مية حلو، لان المية دي هي الويسكي الحلال اللي بنشربه مع المشويات.
دي كده السلطة بتاعتي خلصت، ما خدتش برضه ثواني. جيت بقى البطاطس مش قطعتها صوابع عادية، أنا عندي القطاعة اللي هي بتقطع البطاطس مشرشرة دي، قُلت برضه كنوع من الاختلاف، فعملت كمية البطاطس كلها كده وهابتدي أحمّرها. أعملها شيبسي، أعملها صوابع، لازم كل مرّة أغيّر في شكل حتى التقطيعة، بيبان للولاد إن أنتِ عملتِ حاجة مختلفة. الحواوشي كان طلع بقى أحمر من فوق ومن تحت، ما بياخدش ثواني في الفرن والله يا جماعة، يمكن 10 دقايق وتلاقيه طلع، تمام؟ أبتدي بقى أرُص الطبق بتاعي بشكل حلو. زي ما أنتم متعودين منّي دايمًا باحب أرُص الأطباق بتاعتي بشكل حلو. جِبت هنا بصلاية متقطعة مكعبات، وجِبت شوية بقدونس وحطيت عليهم شوية سُمّاق. الحركة دي بجد للمشويات سواء فراخ سواء لحمة، سواء كفتة، سواء حواوشي، أي حاجة نواشف كده أو مشويات ترُشّي عليها الخليط ده بيبقى شكله حلو أوي وبيدّي طعم حلو أوي، بتاكليه معاها وأنتِ بتاكليه. يبقى بصل بقدونس بقى، كزبرة زي ما أنتِ عايزة وسُمّاق. هارُص بقى الحواوشي بتاعي بعد ما استوى. لو أنا عايزة أزوّد كمية اللحمة المفرومة بتاعة الحواوشي، ممكن أضيف لها بطاطس مبشورة، جزر مبشور، ممكن كام معلقة بقسماط، ما فيش مشكلة خالص. شايفين أنا وريته لكم اللحمة أهيّة من جوّه. ممكن كمان أعمل اللحمة المفرومة بتاعة الحواوشي زي أقراص كده زي البرجر، بدل ما أحشيها في الرغيف على قد الرغيف، وأحطها برضه أفرّزها في الفريزر، ويا دوبك أطلّع الأقراص دي وأقوم حاطاها في الرغيف على طول قبل تسويتها في الفرن. ممكن أعملها كده من غير العيش لو ما حدش حابب يحط عيش. أنا حبيت برضه أدّي دهنة زبدة كده أو سمنة بلدي عشان يبقى بيلمع كده بعد ما خرج من الفرن. ممكن تستغني طبعًا عن الموضوع ده دلوقتي. طالما هو استوى خلاص، بس أنا حبيته بقى يبقى شكله بيلمع كده وجميل. تمام، تمام. هارُش بقى رشة من البقدونس بقى والبصل اللي أنا قُلت لكم عليه ده، طعمًا وشكلًا بيبقى تحفة جدًا. خلاص الحواوشي بتاعي خلص. لو عايزين ترجعوا لوصفة الحواوشي بالتفصيل هتلاقوني منزّلاها قبل كده في فيديو قبل كده منزّلة لكم الحواوشي. أنا طبعًا البطاطس بعد ما حمّرتها باحب أحط عليها توابل بطاطس، دي اسمها شيفي أو شيف تقريبًا، توابل تحفة جدًا، أنا باستخدمها على طول، أكتر توابل بطاطس عجبتني. تمام، وأدي بقى الحواوشي والبطاطس والسلطات بتاعتي، أكلة ما خدتش مني يعني والله نُص ساعة، أقل من نُص ساعة كانت جاهزة طالما أنا مجهزة الحواوشي عندي في الفريزر، وحتى لو مش مجهزاه الحواوشي مش بياخد حاجة يا جماعة، بصل ولحمة مفرومة وملح وفلفل وخلاص. تمام، يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم واديتكم أي أفكار جديدة فيه. جربوا الوصفات وطبقوها وإن شاء الله هتعجبكم، بس ما ننساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، ودعوا لنا دعوة حلوة في الفيديو في التعليقات.